بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم يتعلق بالنبي الله عيسى عليه السلام. كثير من التساؤلات وبعض ما يقول أن النبي عيسى سيرجع، إنه ليس ميت، وبعض الناس كلام كثير يقال عن هذا النبي عليه السلام، نبي الله عيسى بن مريم. وجاء القرآن وقال لنا ووضح لنا أمور كثير من الناس يجهلها. الكاتب الزميل بنون في منتداه الخاص: اتبعوا ما أنزل الله. عنوان الموضوع: إني متوفيك. سؤال طرح في هذا المجال، وهذا جوابي عليه. يقول السائل، هذا شخص يسأل: ألا تستطيع تأويل قوله تعالى إني متوفيك بأن الوفاة هنا معناها النوم، كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ هذا سؤال سائل طرحه في منتدى الزميل بنون في منتدى الخاص اتبعوا ما أنزل الله، عندما كان المنتدى قبل أن يخترق، وسيعيده إن شاء الله في أيام القادمة. وكان الجواب: إن وفاة عيسى بمعنى النوم مستبعد لأسباب التالية. أولا، إن عيسى بن مريم كان ينام مثل سائر البشر، أي أن الوفاة بمعنى النوم، فقد توفي الله عيسى آلاف المرات مثل هذه الوفاة، وهذا شيء عادي، ولا يتناسب هذا مع الخبر الذي أخبر به عيسى بأن الله متوفيه. أخبر به عيسى بأن الله متوفي، وهذا يعني أن الوفاة في هذا الخبر تعني وفاة بمعنى نهاية الأجل. ثانيا، إن وفاة بمعنى النوم هي وفاة مؤقتة، وتتطلب ذكر التوقيت للتمييز عن الوفاة التي تعني نهاية الأجل. ففي الآية قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ذكر الله الوفاة مرتبطة بالنوم الذي هو توقيتها لتعريفها وللتمييز بين الوفاتين. وكذلك في آية التي يقول فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فقد ذكر الوفاة مرتبطة بالليل، أي ذكر التوقيت الذي يتماشى معها ويعرفها، فهي دائما تحتاج للتعريف. بينما الوفاة التي تعني نهاية الأجل فإنها معروفة وهي المعنية دائما ولا تحتاج للتعريف، كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فهذه الوفاة معروفة وأنها تعني نهاية الأجل ولا تحتاج للتعريف. وكذلك قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني متوفيك. فهذه الوفاة جاءت غنية عن التعريف، أي بمعنى الوفاة المعروفة والتي تعني نهاية الأجل. ثالثا، إن الوفاة التي تعني النوم قابلة للتجديد، على عكس الوفاة بمعنى الأجل فهي مرة واحدة، علما أن عيسى بن مريم سيقول لله يوم القيامة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا الكلام سيقال يوم القيامة، وهذه الوفاة واحدة يتكلم عنها عيسى ولم تتجدد له إلى يوم القيامة، وهي الوفاة التي أخبره الله بها بقوله: أعوذ بالله من الشيطان: إني متوفيك ورافعك إلي. ووفاة واحدة لا تجدد إلى يوم القيامة، إذن فهي نهاية الأجل. رابعا، إن الوفاة إذا ذكرت في شخص فإنها تعني نهاية أجله، أما الوفاة التي تعني النوم فإنها تأتي على شكل العموم، وقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني متوفيك جاءت مشخصة، أي بمعنى نهاية الأجل. خامسا، إن الوفاة بمعنى نهاية الأجل ينقطع معها العلم بما يجري في الدنيا نهائيا، ولا يعلم بشيء من ذلك حتى يأتي يوم القيامة. وهذا ما حدث بالفعل مع عيسى بن مريم لما سأله الله عن قومه وما فعلوه في الدنيا، كان جوابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت
فيهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. نعيد الآية: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن فقد انقطع عنه العلم بما يجري في الدنيا بعد وفاته، ولم يعلم بأي شيء حتى جاء يوم القيامة وفوجئ بما فعله قومه بعده في الدنيا. إذن وفاته كانت هي نهاية أجله. وفي الآخر نقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.